مقادير ال5 كيلو دقيق للقرص الفلاحي الطرية، نشتغل النهارده شغل حلو، مقادير مضبوطة وسهلة وبسيطة، مش هتغلبي خالص، وإن شاء الله بإذن الله هتعملي كمية كبيرة بسم الله اللهم بارك. هنعملها سادة وبالعجوة، وهنقول لِك إيه الطريقة اللي تحشي بيها القرص بتاعتِك بالعجوة أو بالملبن، وما تظهرش فيها خالص العجوة ولا الملبن لا من فوق ولا من تحت ولا أي حاجة خالص. هنشتغل شغل بسيط، وهاقول لِك العجينة بتاعتها المضبوطة إزاي، وإزاي ما تبرولش منِّك بعد الخبيز ويعني وتخلصيها. بس تعالي قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. عندنا هنا في البداية ده كيلو من الزبدة الفرن بس مسيحة، يا دوب فكيته بس في الحلة اللي شايفينها قدامكم دي، تمام. عندي حليب وعندي خل وعندي ملح وسكر وخميرة، وهنشتغل مع بعضينا. هنشتغل النهارده بالكوب المعياري اللي هو ال 200 مللي، تمام. أنا عندي هاعوز 4 كوبايات من السوائل، 15 كوباية من السوائل، أنا آسفة. هاعوز 15 كوباية من السوائل، ده مقادير ال5 كيلو دقيق مضبوطة وعلى الشعرة. هاحط معايا ال15 كوباية دول من السوائل مَيّة وحليب، على حسب ما أنتِ متوفر عندِك. عندِك حليب بالذات تقدري تحطي 10 كوبايات من الحليب و5 من المَيّة. عندِك الحليب قليل حطي 5 بس من الحليب وحطي 10 من المَيّة، تمام كده. أنا كده عملت حوالي 9 كوبايات من الحليب، وهاكمل عليهم ال6 الباقيين مَيّة، تمام. خلاص كده هاخلّص بقى الحليب عندي، لو في الشتا بيبقى دافي دفيان دمعة العين هو والمَيّة. الجو صيف بتخلّيهم عادي خالص بدرجة حرارة المطبخ. السمنة كمان نفس الشكل، لو أنا السمنة بتاعتي في الصيف، لو أنا هاعجن القرص بتاعتي في الشتا بادفيها زي دمعة العين، لو أنا الجو عندي صيف باخلّيها بدرجة حرارة المطبخ. أنا يا دوب فكيتها بس كده على النار وخلاص على كده. حطيت 5 مجّات برضه من المَج المعياري لكل كيلو دقيق، مَج سمنة ومَجّين من المَيّة ومَج من الحليب، تمام. وطبعًا لكل كيلو دقيق معلقة من الخل، حطيت 5 معالق من الخل. هارجع تاني السكر لكل كيلو دقيق، أنا باحب أحط معلقتين بس من السكر، لو أنتم حابين تحطوا 3 ما فيش مشاكل، لو حابين تحطوا معلقة واحدة بس برضه ما فيش مشاكل، مش هتضرها ولا حاجة بإذن الله. عندي هنا بقى لكل كيلو دقيق ذرة من الملح، يعني قولي هناخد مثلًا معلقة إلا حاجة بسيطة كده لل5 كيلو دقيق، تمام. هاحط بقى الخميرة بتاعتي لكل كيلو دقيق، عايزينها معلقة من الخميرة الفورية أو مكعب قد الليمونة الصغنن خالص كده للكيلو دقيق. أنا حطيت هنا بالمقدار ده كده ضاعفته ل5 مقادير. وطبعًا حطينا الخل بتاعنا والملح وكل حاجة. هنبدأ بقى ندوب المقادير بتاعتنا كويس، ونبدأ ننزل بالدقيق. الدقيق بتاعي دقيق متعدد الاستخدامات، اللي هو دقيق المحلات، اللي هو الدقيق الفاخر، أي اسم أنتِ تسميه، ما هو دقيق المحلات السايب خالص مش مغلف، تمام. أنا جبت 5 كيلو دقيق بس نخلتهم، أهم حاجة تنخليهم. بننخلهم لكام حاجة، أول حاجة علشان خاطر الدقيق العجينة بتاعتي ما تكونش فيها كتل ومبزغلة معايا كده وفيها كتل ومش حلوة، مش فكة معايا وحلوة، ولمّا تعجنيه بتحسي إنه مكتّل معاكِ في العجينة. تاني حاجة بيكون لا قدّر الله فيها عكساية من مكرونة، رز، شعرية في المحل، فيها مثلًا سوسة، في أي حاجة من الحاجات دي، علشان كده بننخل الدقيق لكام حاجة، تمام. كده نزلت بالدقيق بتاعي اللي هو منخوله كويس. المقادير بتاعتي لجو الصيف بتكون باردة، في جو الشتا بادفّيها زي دمعة العين. هتلاقيني كاتبة لِك كل المقادير في صندوق الوصف، وكمان هاكتبهم لِك في تعليق مثبت. ولو معانا بنوتة حلوة أمورة زي اللي معانا حلوين كده دلوقتي، وخدت بالها من المقادير معايا وأنا نسيت أكتبها في التعليقات والّا حاجة، اكتبيها أنتِ في التعليقات وجزاكِ الله كل خير. تمام كده. هابدأ أعجن بقى العجينة بتاعتي. المقادير اللي أنا حطيتها دي بسم الله اللهم بارك هتاخد معاكِ ال5 كيلو دقيق بالشعراية، مش هتعوزي زيادة ولا ناقص. أنا كده عندي ال5 كيلو دقيق نخلاهم ومجهزاهم، وفعلًا وعلى فكرة أنا شارياهم من المحل مش من الشكارة من عندي، علشان لا تقولوا مزودة ولا مقللة، لأ. وأنتم عارفين المحل بيدّي بالميزان الحساس، فبيكون ال5 كيلو 5 كيلو، تمام. المقادير اللي إحنا حطيناها بالكوب المعياري اللي هو 200 مللي، مش أكبر ولا أقل. هتعجني بقى العجينة بتاعتِك. في فصل الصيف باخلّيها متماسكة شوية، في فصل الشتا باخلّيها طرية شوية، علشان في فصل الشتا جو الشتا بيخلّي العجينة تتماسك معايا لمّا باسيبها ترتاح. أمّا في الصيف أي معجنات عندِك في الصيف خلّي العجينة بتاعتها متماسكة شوية، أمّا في الشتا تخلّي العجينة بتاعتها لينة شوية، سواء عيش، سواء قرص، سواء أي نوع أنتِ هتعجنيه. يعني مثلًا كُماج، قراقيش، أي نوع معجنات أنتِ هتعجنيها خلّيها في فصل الصيف متماسكة شوية، لو هتزوّدي مثلًا كوباية من الدقيق أو حاجة، وفصل الشتا هتخلّيها طرية شوية، علشان جو الشتا بيخلّي العجينة تمسك معاكِ أكتر. طبعًا هنا الحلة عندي كان مكانها سمنة، أنا استخسرتهم حرام، فجِبت ولاش عجينة كده ومسحتها بيها، حرام لإنها هتدعك وحرام يترمي في الحمام الحاجات دي. هاعجن بقى العجينة بتاعتي كويس، وألِت فيها حبة السمنة اللي موجودة معانا، واضبطها كويس كده.
وبعدين هابلّها بَلّة من الزيت بسيطة أوي علشان أنعّم بيها العجينة، وفي الوقت نفسه أخلّي العجينة بتاعتي وشّها ما ينشفش. بالنسبة لحبايب قلبي اللي بيقولوا لي: "يا أم يوسف إحنا ممكن نخلّي السمنة للآخر ونحطها بعد ما نعجن ونخلّص." ما فيش مشاكل، بس أنا بصراحة مش هاقدر إن أنا أعجنها الأول بالحليب والمَيّة وارجع أعجن تاني بالسمنة، علشان كده أنا باحط كلّه مع بعضيه بنسهّل الأمور يعني، لإن كلنا دلوقتي معظمنا الإيد بصراحة واجعاها من المصالح والحاجات كده، فمش هنقدر إن إحنا نعجن الأول بالحليب والمَيّة والمكونات الأولانية ونرجع تاني نعجن بالسمنة، بتاخد وقت. اللي بينعّم معايا العجينة أكتر إن أنا أعجنها واسيبها دقيقتين وارجع أدّيها لَتّة تانية بسيطة. بس ده يخلّيها لِك ناعمة وملمسها جميل أوي وحلو زي ما أنتِ شايفة كده. هاقلب بقى العجينة بتاعتي كده عشان يبقى شكلها جميل، وبعد ما حطيت لها معلقتين الزيت لكل كيلو دقيق معلقة من الزيت، وهاخد معلقتين أحطهم على الوش زي ما أنتم شايفين كده، وبسم الله اللهم بارك، العجينة بتاعتي خالعة من إيدي وخالعة من الطبق وملمسها جميل، لإن إحنا جو الصيف، لو جو شتا بتخلّيها طرية شوية عن كده، تمام؟ هاستر بقى العجينة بتاعتي وغطيتها، وهنبدأ نجيب العجوة بتاعتنا عقبال ما هي تطلع. أنا ودّيت العجينة بتاعتي على السرير وغطيتها بالبطانية في الدفا، قُلت برضه علشان ما تاخدش معايا وقت طويل أوي، لإن أنا مش مدفية السوايل بتاعتها. عندي هنا بقى العجوة بتاعتنا اللي إحنا عملناها بسم الله اللهم بارك من السنة اللي فاتت، وزي ما أنتم شايفينها كده بسم الله اللهم بارك متخزنة صح، والعجوة بتاعتكم لو هتعملوها زي ما هي زي ما تشتروها بالضبط حطوها في الفريزر، ولمّا تحتاجوها طلّعوها قبلها بيوم، يعني طلّعوها قبلها بيوم كده وسيبوها على الرخامة، وتاني يوم لو هتعجني الحاجة بتاعتِك اللي أنتِ هتستخدميها سواء مثلًا قُرَص أو قراقيش أو حاجة، بتبُصّي تلاقيها فكِّت وأحلى مما تشتريها من المحلات. أنا شارية الكيلو ده مش فاكرة الولاد قالوا لي جايبينه بكام بصراحة، بس أنا باحب الطبيعية بتاعتنا إحنا اللي إحنا بنعملها. بس كده هادّيها معلقة سمنة أو معلقة زيت حسب أنتِ حابة إيه، وهتدعجنيها كويس أوي زي ما أنتِ شايفة كده بالضبط، هي ما شاء الله طرية مش محتاجة تتحط على النار ولا أي حاجة. بس كده نعمت وراحت زي العسل على طول، لإن هي ما شاء الله اللهم بارك العجوة بتاعتها طرية وحلوة أوي. باخد كورة صغنونة أوي كده قد الليمونة، وبابدأ أفردها بنفس الشكل ده كده وأجهّزها، علشان إن أنا لوحدي بافرد القُرَص، باعوز إن أنا أحط إيدي في العجينة وارجع أحط إيدي في العجوة، فبيبقى شكلها مش حلو. باجهّزها بنفس الشكل كده وأبِلّها بَلّة زيت بسيطة أوي إيدي وأنا باكوّرها، علشان تبقى كل حتّة خالعة عن أختها، ما يلزقوش في بعضيهم تاني ويغلّبوني وقت ما احتاجهم. هاحطهم بنفس الشكل ده كده في طبق وأوزّعهم عن بعضيهم وأبِل الطبق مسحة من الزيت، علشان يفضلوا مفصّلين على بعضيهم، إنها طرية ممكن تتعجن تاني في قلب بعضيها. حطيتهم هنا بقى كده في طبقين وجبتهم، وتعالي نشوف العجينة بتاعتنا اللي اختمرت وبقت زي السكر زي المتابعين بتوعي، صلّوا بينا على الحبيب، ولايك حلو منكم بالله عليكم كده وكومنت جميل يحسسني إن أنتم لسه معايا لغاية دلوقتي. والفيديو اللي جاي لو محتاجين أي وصفة اكتبوها لي في التعليقات وأنا من عيني ليكم حاضر. يالّا يا نور عيني، هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا أو الطبلية أو الرخامة، السطح اللي أنتِ هتشتغلي عليه وادهنيه دهنة من الزيت كده وابدئي قطّعي. أنا ما باحبش أقطّع على دقيق خالص، لإن القُرَص بتاعتي بعد التسوية بيكون كلّها دقيق من القعر من تحت وبيبقى شكلها مش حلو. باحب أقطّع على مسحة من الزيت، ويا ريت الزيت اللي تستخدميه في القُرَص يكون زيت نضيف ما يكونش زيت تومين، علشان ما يدّيلكيش ريحة مش حلوة للقُرَص. لو عايزة تعجنيها بزبدة اعجنيها، عايزة تعجنيها بسمنة عادية خالص اعجنيها، المهم محبتِك أنتِ في الحاجة بتدّيها طعم جميل. بابدأ أقطّع القُرَص بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده، باحب آخُد قطعة كبيرة زيادة شوية وامسحها مسحة من الزيت من على الصينية كده تنعم معايا، وبانعّمها بإيدي كمان، وبابدأ أقطّع الحتّة الزيادة زي ما أنتم شايفين كده، وبتتقطّع معايا بكل سهولة، تمام؟ باكمّل بقى بنفس الشكل ده كده لغاية ما أقطّع مقدار صينية أو صينيتين بس، مش باقطّع الكمية كلّها، علشان ما تخمرش معايا بزيادة على الصينية وتتبشم منّي ويبقى شكلها مش حلو، وبابدأ إن أنا ألمّها تاني، ولو لمّيتها تاني نسبة الجلوتين بتزيد فيها وبيبقى مش حلوة، تمام؟ والقرصة بتاعتي بتبقى مكتومة من جوّه. يبقى أنا كده علشان القرصة بتاعتي ما تتكتمش من جوّه، ما بافضلش ألِت وأعجن وأفضّي الهوا من العجينة بتاعتي وارجع أعمله تاني، لو فضّيت منها الهوا دلوقتي هترُد خُمر تاني، يبقى هترُد نسبة جلوتين تاني، يبقى هتبقى ناشفة معايا أوي بعد التسوية ومكتومة مش حلوة زي ما هتشوفوا. الصِّجان بتاعتي اللي عندي لازم تبقى غاسلة صِّجانِك ونضيفة وحلوة ومنشّفاها من المَيّة خالص، وابدئي امسحيها مسحة من الزيت زي ما أنتم شايفين. الصِّجان دي بصراحة لسه جديدة، أنا لسه أول تجربة ليها، ربنا إن شاء الله كده يجعلها حلوة ونعمل فيها حاجات حلوة بإذن الله وشغل حلو. هنعمل فيها الفيديو اللي جاي إن شاء الله فطير، هاورّي لكم تسوية الفطير فيها عاملة إزاي. هابدأ أجيب القُرَص بتاعتي اللي أنا هي الصينية دي بس اللي أنا قطّعتها، مسحت مسحة من الزيت وإيدي برضه مبلولة بَلّة من الزيت بسيطة، وأول ما باقطّع الصينية بتاعتي بابدأ أفردها على طول. وفي الوقت ده في جو الصيف الصواني اللي أنا بافردها بنفس الشكل بادخّلها في مكان جوّه ما فيهوش هوا ومش مفتوح عليهم المروحة، يعني الأوضة اللي أنا بادخّل فيها الصِّجان دي ما باخلّيهمش جنبيّا برّه في الصالة، لإن أنا وأنا برّه هنا فاتحة المروحة، ولو فضلوا جنبي هينشفوا من على الوش وشكلهم ما يبقاش حلو بعد التسوية، زي العيش بالضبط. برضه بنقول في العيش الكلام ده لازم يكون العيش في مكان ما فيهوش هوا بعد التقطيع. بس كده هابدأ أفرد فردة بسيطة أوي، مش هاضغط عليها جامد أوي إن أنا ألزّقها في الصاج، وفي الوقت نفسه ما تكونش رقيقة أوي علشان القرصة بتاعتي تبقى ماسكة نفسها شوية كده وحلوة.
لو أنتِ حاباها يعني تكون ماسكة نفسها، لو أنتِ حاباها رقيقة وناشفة أوي وناشفة أوي كده، بترققي الفردة بتاعتها، يعني تفرديها بزيادة. لو أنتِ حاباها تكون جميلة زي بتاعتنا كده اللي في الفيديو، افرديها فردة زي ما أنتِ شايفة كده بالضبط، بالِف عليها لفتين بس وخلاص على كده، واسيبها بقى تخمر. في الوقت ده الصينية الأولى قدامها نُص ساعة بس وتسوي، أنتِ وحريتِك. لو حد بيساعدِك هتخلّيها نُص ساعة، ما حدش بيساعدِك هتقطّعي الصينية، وأول ما يعدّي عليها نُص ساعة ابدئي حُطّاها في الفرن جنبيكِ، وأنتِ برضه بتقطّعي بقية الكمية وهتدايريها، علشان ما تبشمش معاكِ العجينة. عندي هنا بقى الصاجة دي طبعًا حطيت فيها القرصين دول وفاض فيها المكان ده. هنا بقى حبيت أوريكِ الحتّة دي، بعد ما فردت الصاجة بتاعتي كلّه وبطّطتها، فاضت مكانة زي ما أنتم شايفين كده. جيت القرصة بتاعتي بعد ما فردتها في الصينية التانية، بدأت أقصّتها بالسكينة وحطيتها زي ما شُفتوها كده، بتبقى شكلها جميل والأولاد بيحبوها، وبعد ما بتستوي بيكون شكلها جميل أوي، الأولاد بيحبوا ياكلوها عن القرصة السليمة كمان. هاكمّل برضه نفس الصاجة التانية دي كده، ولغاية دلوقتي كده إحنا بنعمل في القرص السادة. بس كده، فردت بقى الصاجة التانية دي كمان، القرصة اللي باقية دي هابدأ إن أنا أفردها برضه وأدّيها بالسكينة كده نُصّين هتشوفوني دلوقتي، ويبقى أنا كده خلاص كمّلت السادة كلّه، وهابدأ بقى أعمل في القرص اللي بالعجوة. بنفس الشكل كده بتفرديها برضه عادي خالص زي القرصة العادية، وبتبدئي تحطيها بدل ما بتسيبي مكان فاضي في الصاج، لأ بنحطها بتبقى كده إحنا ملينا الصاج، وفي الوقت نفسه بدل ما بتحتاجي صاج في الآخر زيادة، لأ قرصة هنا وقرصة هنا وقرصة هنا، وتبُصّي تلاقيها أخدت المكان كله وما فضلش قرص زيادة. أمي ربنا يديها الصحة اللي كانت قايلة لنا الفكرة دي، فكرة جميلة وبجد الصاجان يعني بتلاقيها أخدت معاكِ كل الكمية، ما بتحتاجيش صاجان زيادة. بس كده، دي الصواني بقى العادية اللي كانت عندنا العادية، هابدأ أعمل فيها بقى القرصة اللي هي بالعجوة. بابدأ أجيب القرصة بتاعتي اللي أنا برضه مقطّعة كمية على القد، بابدأ أدّيها فردة بسيطة من الجوانب، والعجوة بتاعتي اللي أنا مجهّزاها أحطها في النُص. أنا بافرد من الجوانب بس ما بافردش من النُص، علشان لمّا آجي ألِم كده الوسط بتاعتي ما يرقش والعجوة بتاعتي تبان من فوق ومن تحت. دي الحتّة اللي هي بتخلّي لِك العجوة بتاعتِك ما تبانش. شايفة أنا بافرد من الجوانب وباسيب النُص زي ما هو عالي زي ما هو، وبابدأ ألِم الأطراف بتاعتي اللي أنا فردتها وأجيبها في النُص كلّها، فبتدّيني سُمك نفس السُمك اللي فوق واللي تحت، وفي الوقت نفسه العجوة ما بتبانش أبدًا من القرصة بتاعتي. والشكل ده لو عايزة تع ت تحشيها جبنة أو ملبن أو أي نوع أنتِ عايزة تحشيها بيه من القلب ما فيش مشاكل خالص، حتى لو لحمة مفرومة وبدأتِ فردتيها برضه بنفس الشكل كده، ويبقى كأنها حواوشي اسكندراني أو حواوشي بالعجين زي ما بتسموه، يعني على حسب ما بتسموه أنتم، بيكون نفس الطعم برضه وجميل وحلو أوي ومن نفس برضه عجينة القرص، تمام. باكمّل بقى الكمية بتاعتي بنفس الشكل كده اللي هي باقية، لإن أنا عملت يعتبر التلتين سادة والتلت الباقي بالعجوة، علشان خاطر كان مطلوب منّي كمية بالعجوة. ألف صحة وهنا يا رب اللي ياكل منها، وألف صحة وهنا لكل اللي داقها، وربنا يحسن ما بين أيديكم وتعيشوا وتعملوا لولادكم أحلى حاجة. عايزاكم تكتبوا لي كلام حلو في التعليقات كده، علشان خاطر أنتم وحشينّي أوي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وما يحرمنيش منكم أبدًا. أي دعوة حلوة منكم كده في التعليقات ليّا وليكم بالمثل بإذن الله. بس كده، بابدأ بقى إن أنا زي ما أنتم شايفين كده، بابدأ أقلبها على الوش، يعني الوش بتاعها تحت والقعر فوق، وبابدأ إن أنا أفرد بصوابعي زي ما أنتم شايفين، باضغط على البلحة من جوّه، بابدأ أطلع بيها لبرّه، علشان العجوة بتاعتي تتفرد في القرصة كلّها زي ما أنتم شايفين كده بالضبط بافرد. افردي بنفس الشكل ده كده، هتطلع العجوة بتاعتِك ممتازة ومالية القرصة كلّها، وفي الوقت نفسه ما فيهاش حتّة رقيقة وحتّة تخينة، وكلّها زي العسل زي ما أنتم شايفين كده. هاكمّل بقية الفرد زي ما هو كده بالضبط. أنا كنت الأول لمّا لمّيتها سِبتها على القاع بتاعها من تحت علشان ترتاح وتقفل كويس من الصينية، وبعد كده أبدأ أقلبها على الوش تاني وأبدأ أفرد بنفس الشكل، يبقى أنا ما بابطّطش خالص من على وش القرصة، لإن لو أنا بطّطت من على وش القرصة وفردت من على الوش هتبقى رقيقة معايا والعجوة بتاعتها باينة من فوق ومش حلوة. في الوقت ده لو أنتم عايزين تدّوها شكّتين بالسكينة كده أو بالشوكة ما فيش مشاكل خالص، مش عايزين برضه ما فيش مشاكل خالص. النهارده مش هندهن القرص بتاعتنا أي حاجة من على الوش، للناس اللي بتقول بيبقى البيض أو اللبن أو الحاجات دي كلّها فيها ريحة زفارة شوية، مش هندهن أي حاجة خالص، هنخلّيها قرص فلاحي طبيعي عادي خالص زي اللي أمهاتنا وجدادنا كانوا بيعملوها. بس كده هابدأ بقى أخلّص بقية الكمية بتاعتي وأخلّص كلّه على خير إن شاء الله كده، ربنا يحسن ما بين أيديكم وتعيشوا وتعملوا أحلى حاجة. أي سؤال عندِك اكتبيه في التعليقات، أي حاجة أنتِ نِفْسِك تكلميني فيها اكتبيها في التعليقات وأنا من عيني ليكم حاضر أرد عليكم كلّكم. بس كده، هنخلّص بقى بقية الكمية اللي معانا دي برضه ببقية العجوة اللي موجودة، لإن إحنا كده عملنا حوالي طبق، وباقي الطبق التاني برضه هاخلّصهم ببقية الكمية دي كلّها، وتعالي بقى هنا بعد ما خلّصنا الكمية بتاعتنا وما شاء الله اللهم بارك، دي كانت الكمية بتاعتنا.
3 صِجان كبار اللهم بارك، وصاجين مدوّرين، وصاجين صغيّرين تاني، يعني اللهم بارك، اللهم بارك. ال5 كيلو عملوا لنا شوية حلوين أوي، 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 أوي. لو حفظتيهم في الفريزر هيقعدوا معاكِ فترة، لو وزّعتِ للحبايب هيقعدوا معاكِ، وكفاية أوي شكرهم ليكِ، وإن هم يدعوا لِك دعوة حلوة. بنعمل كمية كبيرة، ما بنعملش كيلو و2 علشان برضه في حبايب لينا نِفْسهم يدوقوا الحاجة، أو إحنا نِفْسنا نودّي لهم الحاجة، وكرم منهم هم إن هم بيرضوا ياخدوا مننا الحاجة. جينا هنا بقى عند الفرن، ولّعنا الفرن من الجنبين ومن تحت، باسخّنه الأول حلو أوي، وارجع أهدّي النار من الجوانب زي ما أنتم شايفين، ومن تحت فوق المتوسط، والجوانب أقل من المتوسط، بس لمّا باحتاج يعني أسوّي وش القرصة، يعني لو استوت من تحت وباعلّي بقى من فوق شوية تدّيني لون للقرصة. دي كانت شكل الصاجين بتاعتنا بعد ما طلعوا الأولانيين، والصاج التالت جوّه في الفرن، والباقيين لسه هنسوّيهم. وخدتوا بالكم أنا مش دهنت حاجة خالص على وش القرصة، والقاع بتاعها بسم الله اللهم بارك، دي الصاجان الجديدة. ربنا يجعلها فتحة خير علينا، ونعمل فيها شغل حلو إن شاء الله، ويرزقنا منها بالرزق الحلال الواسع الطيب المبارك، اللهم آمين. وإياكم حبايب قلبي كلكم، ربنا يحفظكم ويديمكم في حياتي نعمة. هنا بقى كنا سوينا السادة اللي هم إحنا قطعناهم الأول، وزي ما قُلت لِك الصاج بياخد نُص ساعة بس في الصيف، في الشتا ممكن ياخد معاكِ ساعة إلا ربع يرتاح، وبعد كده ابدئي سوّي. أهم حاجة إن الفترة اللي أنا قبل ما أسوّي باحطهم في الأوضة على جنب، وباطفي المروحة عليهم. وده شكل الصاج بتاعي بعد ما استوى في الفرن، بس طبعًا مش اللون اللي أنتِ عايزة تحمّري أكتر من كده ما فيش مشاكل، عايزة تخلّي اللون الفاتح الجميل ده برضه ما فيش مشاكل، زي ما ترتاحي أنتِ. دي حاجة بتاعتِك أنتِ، ربنا يحسن ما بين أيديكِ ويحفظِك ويبارك لِك في بيتِك وأزواجِك وزوجِك وأولادِك يا رب اللهم آمين. بس كده الصاج بتاعي أخد اللون المضبوط، وهابدأ أطلّعه، وتعالوا بقى نشوف الكمية بتاعتنا اللي إحنا عملناها. بسم الله اللهم بارك تبارك الرحمن، حاجة حلوة أوي من ال5 كيلو دقيق، وحاجة بجد، بجد ممتازة. تمام، تعالوا بقى هنا كده نشوف القُرَص بتاعتنا بقى شكلها عامل إزاي بعد ما بردت براحتها خالص، وفارشة ورقتين على الصينية، أو مثلًا أي ورق نضيف كده حطّيه، وابدئي طلّعي عليه الكمية بتاعتِك، وكل اللي يبرد معاكِ غلّفيه في أكياس بس بعد ما يبرد. بانقّي الكمية كلّها، اللي بالعجوة لوحده واللي سادة لوحده، وبابدأ اللي أنا هاوزّعه أوزّعه للجيران والحبايب، والباقي باحطّه في أكياس برضه في الفريزر، لمّا أنا أحتاجه أنزّل الكيس صغير، يعني الكيس مثلًا فيه 5 قُرَص، 6 قُرَص مشكّلين بالعجوة وسادة، علشان لمّا أحتاج منهم أنزّلهم يبدأوا نُص ساعة والّا ساعة إلّا ربع بالكتير أوي، كإنِّك لسه عاملاها طرية تاكليها من غير ما تقمّريها خالص، بتكون حلوة أوي. عايزة تحشيها بقى جبنة، عايزة تحشيها أي حاجة، تشربي بشاي، بحليب، بنسكافيه، اللي يريّحِك. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.